تقييمك للمباراة لو سمحت خطوة كانت في متناول اليد، كنتوا قريبين جدا، اللاعبين المصريين أدوا أداء تاريخي. تقييم حضرة جنابك للمباراة؟ الحمد لله احنا كنا احسن بس الكرة لسه، يعني انا شايف ان النوت فير بالاولاد بالانجليزي وبالعربي. اللي بيحصل ده مش فير. احنا لينا اتلغى جون ما اعرفش ليه اتلغى جون، وبعد كده كنا ممكن نبقى 3-1 اتقلبت ل 2-2. الكرة اللي هي الكرة البنالتي اللي تشد جول، شد راجل حمدي. ما اعرفش، هو ممكن يكون ممكن الموضوع بقى يبقى تسويق. يعني هو ممكن يكونوا عايزين يعملوا كاس العالم، عايزين يخلوا بطل الكاس العالم اللي فات يكون موجود، عايزين يخلوا ميسي موجود. لكن احنا عملنا اللي علينا. بشكر لعيبتي جدا و... وبقول للجماهير المصريه والشعب المصري والعربي والافريقي، بقول لهم كتير من الاوقات ممكن تتعب وتعمل اللي عليك، بس في نفس الوقت في عوامل تانية خالص تبقى صعبه. لكن بقول لهم احنا كنت اتمنى ان احنا نفرحكم اكتر من كده، وانا من النوع اللي ما بحبش خساره، ولما يكون خساره ظالمه زي اللي النهارده، انا يعني بقول لهم معلش ما تزعلوش، كنا نفسنا ان احنا نفرحكم اكتر من كده، والحمد لله على كل شيء. لكن كرة القدم فيها حاجة غير ما بيحصل في الملعب، في حاجات بتحصل غير الفنيات غير الماتش. حتى لو احنا بنلعب قدام بطل العالم، لكن في نفس الوقت في مساندة من كل النواحي لبطل العالم، مساندة تسويقية ايا كان. يعني بالنسبة لك كمدرب كمدير فني، الخطة والاعدادية لهذه المواجهة